السلام عليكم، شلونكم اصدقائي؟ ان شاء الله تكونون بخير. فيديو اليوم ديالله شو وقت نخلص من مشكلة الطاقة الكهربائية بالعراق. هو اني سويت هذا الفيديو لكم ولحل مشكلة الطاقة الكهربائية ويا هذا الجهاز الهايبر انفرتر بقوة 6 كيلووات من شركة ايتل انرجي. الفيديو السابق تكلمت عن اهم مميزات هذا الانفرتر، ولكن هذا الفيديو مختلف، راح يكون شرح عن طريقة الربط مع الألواح الشمسية، فخلوكم وياي نشوف طريقة الربط. وهسه مثل ما تشوفون 5 ألواح عندي جاهزات حتى اربطهم في الانفرتر او العاكسة ونعرف مقدار الطاقة اللي راح نحصل عليها. نقطة جدا مهمة انه لازم تعرفون مقدار الطاقة او الامبير اللي تحتاجوه بالبيت وعلى اساسه تشترون الألواح. فعندك الألواح اكو بيهم ينطوك 200 او ينطيك 270 واط، فمهم جدا تعرفون شنو تحتاجون او مقدار الطاقة اللي تحتاجوه بالبيت وعلى اساسه تشترون كم لوح تحتاجون. وهسه خلونا نتحول على العاكسة جوا ونشوف طريقة ربط الألواح في العاكسة، ويلا خليكم وياي. وقبل لا اربط الانفرتر في الألواح الشمسية خلونا نتكلم بشكل سريع عن مميزاته، وتقدرون تشوفون فيديو المميزات راح يطلع هنا فوق. اول شيء واهم شيء بهذا الانفرتر عندك ضمان 3 سنوات استبدال في حال حدوث اي خلل في الانفرتر. وايضا الميزة الثانية مقاومة الماء والغبار الاي بي 54. بعض مرات نشد الانفرتر في مكان يوصل المطار الماء وحتى الغبار، يعني لا تخاف على الانفرتر من اي عوامل خارجية سواء المطر او الغبار. والميزة الثالثة تقدرون تربطون 12 عاكسة بالتوازي، وهذا الشيء راح ينطيك طاقة اكبر واستمرارية اكبر. اكثر شيء راح يفيد هذا الشيء الشركات والدوائر الحكومية. وخلونا نسوي مقارنة بين تكلفة السحب من المولدات ومنظومة الطاقة الشمسية ونقارنها لمدة 5 سنوات. فمثلا في المحافظة اللي أنا بيها سعر الأمبير يتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف، وعندك المحافظات الجنوبية من 20 إلى 25 ألف للأمبير الواحد. أنا عندي مثلا 5 أمبيرات والسعر الأمبير راح أحسبها على 15 ألف، يطلع بالشهر الواحد 75 ألف، يعني بالسنة عندك 900 ألف فقط للمولدات. وإذا تقسمها على 5 سنوات راح يطلع 4 ملايين ونص، يعني تقدر تحسبها لأن السعر الأمبير مو ثابت، تقدر تقول 5 ملايين ب5 سنوات، يعني بالسنة الوحدة يجي عليك تقريبا 1,000,000 دينار عراقي، وهذا الشيء جدا مبالغ به. وهذا فقط ل5 أمبيرات لمدة 5 سنوات. ومن تجي على منظومة الطاقة الشمسية فالتكلفة الكلية بالبداية راح تدفعها للمولدة لمدة 5 سنوات. هنا هو الفرق، انه انت بالبداية راح تدفع للمنظومة كاملة وبعدها ما راح تدفع اي شيء، بالك مرتاح 24 ساعة عندك كهرباء، عكس المولدة اللي يجوز باليوم 15 ساعة 16 ساعة عندك كهرباء، ولكن بقية الساعات بدون اي كهرباء. وهنا هو الفرق. وهسه خلونا نتحول نشوف طريقة شد الانفرتر في الألواح الشمسية. وهنا عندك هذا الكيبل اللي من خلاله تقدر تتحكم في الانفرتر من خلال هذا الجهاز والتطبيق الموجود عندك على الموبايل. وهنا عندك فتحات البطارية، أنا حاليا ما شاد بطاريات. وهنا عندك سلك الألواح الشمسية مثل ما تشوفون الحار والبارد، وهذا السلك الخاص بالكهرباء اللي راح يجيك للبيت. وحاليا ما عندنا كهرباء مثل ما متعودين يوميا، فشديت الانفرتر حطيناه هنا وجبنا أسلاك الألواح الشمسية مثل ما تشوفون ربطناهم وسحبنا كيبل للبيت على مود نشغلها ونشوف شنو الطاقة اللي راح نحصل عليها. فخلوكم وياي. هسه حاليا راح شغلها مثل ما تشوفون اشتغلت عندي هنا. شوفوا علامة الألواح انه مربوطة وجاي تشتغل. فقط هسه راح اشغل الانفرتر مثل ما تشوفون هنا يطلع لي سهم انه الطاقة اجتي للانفرتر، وهنا سهم ثاني ينزل للبيت، بحيث يعني انه الطاقة هسه حاليا نزلت للبيت. فخلونا نشغل الاضاءات ونشوف شنو راح نحصل عليها وشنو مقدار القوة اللي هنا راح يطلع لنا دقيقة. وهسه مثل ما شفتوا شغلت الأضوية اللي بالغرفة، الأضوية العادية عندنا. وهنا تشوفون اللود عندي وصل 5%. راح شغل
شغلات ثانية. راح اشغل الاضاءة الموجودة عندي هنا بالاستوديو ونشوف ايش قد راح يساعد عندنا اللود، فخليكم وياي. مثل ما شفتوا شغلت اقوى اضاءة عندي موجودة هنا، ساعد عندنا اللود 10%، يعني يحتاج بعد 90% اشغل حتى اوصل 100%. وهنا عندنا شغله ثانيه مثل ما تشوفون اللي هو الراوتر اللي من خلاله اقدر اتحكم في الانفرتر من خلال تطبيق على الموبايل. وهسه راح ادخل على التطبيق الخاص بالانفرتر، نضغط عليه. تقدرون تحملون التطبيق من كتيب التعليمات الموجود ويا الانفرتر. مثل ما تلاحظون هذا هو واجهة التطبيق، وهنا عندك درجة الحرارة، هنا عندك معلومات ثانية عن الانفرتر. هنا راح ادخل على هذا، مثل ما تشوفون عندي هذا هو الانفرتر. هنا راح يعطيك معلومات كاملة عن تحكم او طريقة التحكم في الانفرتر. واكيد هذا التطبيق موجود على بلاي ستور وايضا الجوجل بلاي. هنا عندك اللوح الموجود بالسطح، وهنا البطارية، وهنا اللود. وهنا اذا كان عندك مجموعة انفرترات فكلها راح يطلع عندك هنا. ولهنا مثل ما شفتوا ربطنا الالواح بالانفرتر، والكهرباء موجودة عندي، والبال صافي. تريد تخلص من سالفة اجازة الوطنية وراحة المولدة، احسن شيء تاخذ لك منظومة طاقة شمسية وبالك صافي. اهم نقطة تاخذ اجهزة عليها ضمان قوي مثل هذا الانفرتر. وفي النهاية في امان الله.